عاجل: إلغاء بطاقات التموين ودعم السلع وموعد تطبيق الدعم النقدي. عاجل: إلغاء بطاقات التموين ودعم السلع وموعد تطبيق الدعم النقدي وحرمان 10 من الفئات من بطاقة التموين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. يبحث الكثير عن تفاصيل الدعم النقدي الجديدة بعد تصريحات وزير التموين أمس بشأن هيكلة منظومة الدعم وحديثه السابق عن عزم الوزارة التحول إلى الدعم النقدي لما له من فوائد للمواطن وللدولة، إذ أنه يضمن في المقام الأول وصول الدعم لمستحقيه، ويهتم المواطنين بالتعرف على تفاصيل الدعم النقدي ومميزاته بعد الحديث عنه من قبل الحكومة. وتوجهت الدولة للتحويل إليه بدلا من العيني لضمان حصول المواطن على حقه وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر مما يقضي على البيروقراطية. 636 مليار جنيه. في لقاء تلفزيوني سابق تحدث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم بصورته الكبيرة التي توجه الدولة للمواطنين يفوق 6 مليار و36، وفيما يخص الدعم السلع والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه. وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية إن في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيه للسلع، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك. وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن المواطن ظل يحصل على المبلغ 50 جنيه على بطاقة التموين وسكر ب 12.5 بالإضافة إلى إجازة الزيت، وبالتالي هو رقم أقل في السوق. وأشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع، مستدركا أن الدولة لم ترفع يدها عنه عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لم ترفع يدها. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه. يعني بالبلدي كده بيقول لك انه هيحول الدعم العيني لدعم نقدي. يعني حضرتك بدل ما تروح تاخد رز وسكر هتاخد بيهم فلوس، ويقدر المواطن كده ياخد حقه، ده رأيهم. والحكومة برضه ما يكونش فيه إهدار للفلوس في وزارة التموين.